فيلمنا النهارده هو احد افلام الكونج فو شاولين وافلام فنون القتال الشهيره، وبيحكي الفيلم عن مباراه كوره حصلت في البلد وانتهت بفوز فريق من الفريقين. وبعد 20 سنه من المباراه دي كان فانج عجبه ماتش كوره في باترين التلفزيونات وبيتفرج عليه، وبيسمع صوت من وراه من واحد اسمه بينج، وكان باين عليه انه شخص رياضي جدا، وبتدور ما بينهم مناقشه سريعه. وبيفهم فانج من بينج بعدها انه بيدرب كونج فو شاولين، وبيديله الكارت بتاعه اللي بيكون ورقه مكتوب عليها مدرسه شاولين للرجلين القويه، وبيشاور له بعدها على بنت حلوه ماشيه في الشارع وفي قدامها قشره مزايا مرميه على الارض، واول ما بتدوس البنت عليها بتتزحلق وبتقع. وهنا بيعرف بينج فانج انها لو كانت تعرف اسلوب كونج فو شاولين للتوازن ما كانتش هتقع. وهنا بيتخيل فانج نفسه مدرب كونج فو شاولين وبينط بخفه على قشر موز كتير مرمي على الارض، وبيشاور له بينج بعدها على واحده مش عارفه تركن عربيتها، وبيفهمه انها لو كانت تعرف اسلوب كونج فو شاولين كانت قدرت تركن عربيتها بسهوله. وبيتخيل فانج نفسه معلم وبيركن عربيه خشب في مكانها بحركه واحده من حركات الكونج فو شاولين. ولما بيتخانق بعدها واحد مع بستاني بطيء في شغله بيفهم بينج فانج ان لو كان الراجل ده متدرب على اسلوب المزارع في الكونج فو شاولين كان قدر يهتم بالشجر بسهوله. وبيفهمه بينج بعدها ان في انواع كتير للكونج فو في معبد الشاولين، وممكن الناس تستفيد بالكونج فو شاولين في حاجات كتيره جدا في حياتهم. وبيعرفوا ان حتى واحد اعرج زيه ممكن يتعلم الكونج فو شاولين. وهنا بيتنرفز عليه فانج وبيحط الورقه اللي اداها له في الكنزايه اللي في ايده وبيرميها عليه، فبياخدها بينج على صدره وبعدها بيشوطها برجله شوطه قويه جدا لدرجه انها بتختفي في السماء، فبيسيبه فانج وبيمشي. وبيقف بعدها قدام فاترينا عارضه كوتشي شكله حلو جدا بس غالي، وبيبص عليه باعجاب، وبعدها بيبص على الكوتشي بتاعه المقطوع. وهنا بيخرج صاحب المحل وبيزعق له وبيمشيه من قدام المحل، وفي نفس الوقت وهو ماشي بيطلب منه واحد يشيل معاه ثلاجه تقيله، فبيضربها بينج برجله ضربه قويه جدا وبيرفعها للمكان العالي اللي صاحبها عاوز يحطها فيه. ولما بيوصل لمقلب المخلفات بياخد صاحب الشغل منه الاكياس وبيديله 20 سنت، فبياخد الفلوس وبيروح يقف قدام مطعم صغير. وفي المطعم ده بتكون ميوي اللي بتخبي وشها المشوه بشعرها وبتعجن عجينه الفطاير المدخنه بتاعتها بطريقه الكونج فو، وبيبقى واضح ان هي شاطره جدا في الكونج فو وكمان صنع الفطاير، لدرجه ان واحد بيرمي لها حله وجواها فلوس وبيطلب منها انها تحط له عجينه، فبتمسك الحله بطريقه الكونج فو وبتحطها على الترابيزه، وساعتها بيبان الاعجاب على بينج وبيغني وبيقول لها اول مره شفت طباخه بتستخدم كونج فو في عمل الفطاير. ولما بتساله انت بتقول ايه بيعرفها انه ما يعرفش يعبر عن اعجابه بحد غير بانه يغني، وبيفهمها انها جميله جدا فبيبان عليها الحزن. وبياكل بينج فطيرتين من الفطاير المدخنه بتاعتها وبيعرفها ان طعمهم حلو ولكن هضمهم صعب، وده بسبب الطريقه اللي بتخبزهم بيها. وهنا بتطلب منه انه يدفع دولار ثمن الفطيرتين اللي اكلهم، فبيحط لها ال 50 سنت اللي معاه على الترابيزه وبيفهمها انه مفيش معاه غيرهم. ولما بيجي يغني مره تانية وبيقول لها انها جميله بتدلق الميه على وشه، وبتفهمه ان اللي يحب الغنى يروح يغني على الجبل مش قدام المطعم، وبتطلب منه باقي الفلوس اللي اكل بيها، فبيعمل حركه من حركات الكونج فو وبيفهمها انه هيجيب لها الفلوس بكره، وبيسيب الكوتش المقطع بتاعه رهن عندها. وفي نفس الوقت بيقف واحد من الزباين اللي بياكلوا جنبها وبيعرفها ان اسمه ديناميت، وبيفهمها ان اللي بيغني مش مجنون وانه نفسه يكون ملحن كبير، وبيفهمها ان هو كمان بيعرف يغني، وبيبتدي يغني. وساعتها واحد من اللي ماشيين في الشارع بيفكر ان هو كمان نفسه يكون مصمم رقصات وبيرقص على اغنيه ديناميت، وبعدها كل الناس اللي واقفين في الشارع بيرقصوا وبينج بيرقص معاهم بحركات الكونج فو. ولما بتبتدي ميوي ترقص معاهم بتتنرفز عليها صاحبه المحل وبتطلب منها ترجع تشتغل، ولما بتشوف صاحبه المحل الكوتش القديم بتاع بينج بتطلب من ميوي انها ترميه، وفعلا بتنفذ ميوي اللي طلبته منها صاحبه المحل. وبعدها بيروح بينج الفو صاحب الراس الفولاذيه وبيفهمه انه هيخترع طريقه جديده لتعليم الكونج فو وهي الكونج فو بالرقص، فبيتنرفز عليه وبيفهمه ان الكونج فو ما بياكلش عيش وانه لازم يلاقي شغلانه تجيب له فلوس علشان يصرف على عيلته. وهنا بيساله بينج اذا كان تخلى عن راسه الفولاذيه فبيقول له لا، وفي نفس الوقت بيكسر صاحب المحل ازازه عصير على راس فو وبيقول له ان المغني ما جاش النهارده والزباين هتسيب المحل وانه لازم يتصرف، وبيكسر على راسه الفولاذيه ازازه تانية. وهنا بيفهم فو ان بينج عنده طريقه في الغنى بالكونج فو هتعجب الناس، فبيوافق المدير انه يشغله. واول ما بيغنوا هما الاثنين بصوتهم الوحش بيرمي الزباين عليهم ازايز العصير وبيتهجم عليهم الناس وبيضربوا بينج على راسه، فبيشاور لهم على فو وبيفهمهم ان هو اللي راسه فولاذيه وبيضربوا فو على رجله، وبيفهمهم ان بينج هو اللي رجله ذهبيه، وبيفضلوا الزباين يضربوا فيهم لحد ما بيقدر بينج وفو انهم يهربوا منهم. وتاني يوم بيشوف فانج الكنزايه اللي ضربها بينج برجله ورشقه في سور في الشارع، واول ما بيشدها السور بيقع، وساعتها بيشوف بينج واقف بيلعب كوره مع كام واحد، ولما بيضايقوه بيضرب اول اتنين برجله بضربات الكونج فو قويه جدا، واول ما بيرفع رجله ناحيه التاني بيرمي واحد منهم بالكوره ناحيته، فبيضربها برجله ضربه قويه جدا وبتيجي في بطنه وبتوقعه على الارض وبتخليه يرجع. ولما بيرمي الكوره ناحيته بيشوطها شوطه قويه جدا لدرجه انها بتوقع اتنين منهم على الارض وبتكسر جزء من سور قدامه،
وهنا فانج بيفتح بقه من كتر ما هو مستغرب من اللي شايفه، ولما بيحاول واحد منهم يهرب بيضرب بينج الكرة في العصيان جنبه فبتقع عليه. اما اخر واحد فبيطلب منه بينج انه يديله الفلوس اللي معاه وبياخدهم منه وبيروح يشرب بيهم عصير. وهنا بيروح فانج البينج وبيشوف رجله وبيساله اذا كان ممكن يستخدم الكونج فو في لعب كرة القدم، فبيقول له ايوه طبعا، وبيطلب منه انهم يبداوا تدريب فورا. فبيفهموا ان الاول محتاجين لكوتشي، وهنا بيروح بينج لميوي وبيطلب منها الكوتش بتاعه، فبتقول له في الاول انها رمته لكن بعدها بتديهوله، وبيفرح جدا لما بيلاقيها خيطته. وبيبدا بعدها بينج يروح لواحد من صحابه اللي كانوا بيتدربوا معاه كونج فو. الاول بيروح لفو صاحب الراس الفولاذيه اللي اول ما بيشوفه بيعيط وبيطلب منه انه يسيبه في حاله، والتاني صاحب الايد القويه بيروح له في البيت الصفيح اللي هو عايش فيه، واول ما بيشوفه بيقفل الباب في وشه. ولما بيفهموا فينج انهم بيكونوا فريق كرة قدم ومحتاجين لايده القوية في حراسة المرمى بيرفض وبيفهموا ان محتاج لشغل مش لعب كورة. وهنا بيقولوا المدرب ان جايزة البطولة مبلغ كبير، فبيدخل بيته وبيقفل الباب في وشهم. وتالت واحد بيروحوا له بيكون راجل اعمال فبيرفض طلبهم وبيفهموا ان نسبة فوزهم 0%، وبيطلع عملة من جيبه وبيقول لهم ان الملك والكتابة هم احتمالات خسارتهم البطولة، وبيرمي العملة على الارض فبيمشوا وبيسيبوه. وبعدها بيلاقي العملة واقفة على الارض. ولما بيروحوا لواحد تاني من صحاب بينج كان مشهور بينهم بالدراع الفولاذية وبيطلب منه بينج ان يبقى مهاجم معاه في الفريق، بيفهمه انه تخن جدا وما بقاش يقدر يمنع نفسه عن الاكل وانه مش هيقدر يلعب معاه في الفرقه. وبيروحوا بعدها لصاحب القدم الخطافيه وبيطلب منه بينج انه ينضم لفريقهم ويستخدم رجله الخطافيه في الدفاع، ولكنه بيرفض وبيطردهم. وفي بيت بينج بيكون المدرب معاه وبيبقى بينج متضايق جدا لانه ما قدرش يقنع اصحابه انهم يكونوا الفريق معاه، ولكنه بيتفاجئ بيهم داخلين عليه مع بعض وبيقرروا انهم هيبتدوا التدريب معاه. واول ما بيبتدوا تدريب بياخد بينج الكوره من المدرب وبيشوطها شوطه قويه في السماء فبتختفي الكوره، وبيقعدوا كلهم على الارض مستنيين الكوره ترجع. واول ما بترجع الكوره بيجروا كلهم ناحيتها وبيتخانقوا عليها، فبيصفر المعلم وبيفهمهم ان الكوره بعيد عنهم فبيجروا كلهم ناحيتها، ولكن المدرب بيصفر تاني وبيفهمهم انهم لازم يتعلموا مهارات لعب الكوره اللي هي التمرير والتوقيف والاحتفاظ بالكوره، وبيبتدي يدربهم على تمرير الكوره لبعض. وبيفهم بينج انه بيشوط الكوره بقوه ولكن ما بيقدرش يتحكم فيها، وبيطلب منه يتحكم في ركل البيض برجله وبخفه ووقتها هيقدر يتحكم في الكوره. واول ما بيرمي له البيض على رجله بتتكسر فبيجري الاخ السادس عليه وبيمسك في رجله وبياكل البيضه من عليه. وبيقدر بينج بعد التدريب انه يركل البيض برجله من غير ما يتكسر، وبيرسم المدرب بعدها علامه على السور لبينج وبيطلب منه انه يتدرب انه يشوط الكوره على العلامه دي، وبيبتدي بينج يتدرب عليها. وفي نفس الوقت بيدرب فانج باقي اللعيبه على تمرير الكوره لبعض وبيمرنهم على طرق الهجوم وطرق الدفاع في الملعب، وبتزيد قوه ضربه بينج للكوره وبيقدر يتحكم فيها اكتر. وهنا بيقول واحد من الفريق للمدرب ان بينج لاعب قوي ويقدر يلعب بالكوره لوحده، فبيفهموا المدرب ان الكوره لعبه جماعيه وانه مش هيقدر يلعبها لوحده. وبعدها بيجيب لهم المدرب فريق تاني عشان يلعبوا معاه مباراه مدتها 30 دقيقه، وبيقع من هدوم كابتن الفريق مفتاح انابيب وبعدها شاكوش، فبيفهم كابتن الفريق فانج انه بيشتغل ميكانيكي وما بيخرجش من البيت من غير العده بتاعته. ولما بتبدا المباراه وفي اول هجمه البينج بيهجم عليه 6 لاعبين في نفس الوقت وبيفضلوا يضربوا فيه برجليهم، وبعدها بيمسك الفريق التاني واحد من لاعيبه فريق بينج وبيضربوه. فاول واحد بيمسكوه 3 من اللاعبين وبيضربوه بمفتاح حديد على راسه، وبعدها واحد منهم بيرفعه وبينزله بظهره على ركبته، وبينزلوا على باقي الفريق ضرب بايديهم وبرجليهم وبالشاكوش وبيوقعوهم على الارض وبيرجعوا يضربوهم تاني. وبيزحف بينج لحد ما بياخد ساتر ورا الاخ السادس اللي بيكون مغمى عليه، وواحد من اللعيبه بيشوطوا واحد من الفريق التاني فبيطير وبينزل على الارض جنب بينج. وبعدها بيزحف بينج وبيتخيل نفسه في الحرب وفي ايده مدفع رشاش وبيضرب بيه رصاص على العدو، وفي الايد التانيه تليفون بيطلب بيه قوات الدعم. وهنا بيفوقوا المدرب والتليفون بيطلع الكوتشي بتاعه والمدفع الرشاش بيطلع فرع شجر، وبيطلب منه المدرب انه يخرج بره الملعب. ولما بيتنرفز بينج عليه بيديله كارت احمر، ولما بيقول له بينج انت مستغني عننا وبتضحي بينا بيفهموا ان الماتش ده اختبار ليهم ولو ما نجحوش فيه مش هيقدروا يشاركوا في البطوله. وبيكمل لعيبه الفرقه التانيه ضرب في اصحاب بينج، فبيرفع واحد منهم عصايه وبيربط فيها الشورت الابيض بتاعه وبيقول لهم انا بستسلم، فبتتريق الفرقه التانيه عليه. وبعدها بيغمض بينج عينيه وبيقول للمدرب انه حاسس ان روحهم القتاليه راجعه تاني. وفي الملعب بيقف صاحب الراس الفولاذيه على راسه وصاحب الايد المخلبيه بيرفع جسمه كله من على الارض بايده، والاخ السادس بيقف على صوابع رجله، وصاحب الرجل القويه بيقف على رجل واحده وبيتني جسمه كله وراه، وحارس المرمى بيرفع جسمه كله من على الارض وبيمسك العارضه بايد واحده، وبينج بيقف على رجل واحده ورجل التانيه بيرفعها وبيمسكها بايده. واول ما بيهاجم لعيبه الفريق التاني صاحب الراس الفولاذيه بيتشقلب وبينزل براسه في بطن اللعيب اللي بيهاجمه، وبيرجع يتشقلب تاني وبيرمي الكره لراسه وبيفضل واقف ثابت في مكانه والكره على راسه، وبيشوطها لزميله صاحب الايد الخطافيه اللي بيتحرك بسرعه وبيمسك الكره برجلين الاثنين وهو حاطط ايده على الارض، وبيفضل يحرك الكره ما بين رجلين الاثنين وبيمشي بايديه، وبيضرب لعيبه الفريق التاني اللي بيهاجموه برجله، وبيمرر الكره للاخ السادس اللي بيجري. وبعدها بيطير وبيشوط الكره لصاحب عضلات البطن القويه اللي بياخد الكره على بطنه، وعضلات رقبته بتبان قويه جدا لدرجه انهم لما بيضربوه بالمفتاح الحديد المفتاح بيتني. وبعدها بيفرد عضلات بطنه وبيشوط الكره ببطنه لحارس المرمى، وهنا بيقلع لعيبه الفريق التاني كوتشياتهم وبيرموها على حارس المرمى، فبيجمعهم وبيرميهم مع الكره عليهم.
وبيعمل بينج كام حركه كونج فو في الهواء، وبعدها بيشوط الكره بالكوتشيات عليهم، فبتترمي الكوتشيات في وشهم والكره بتيجي في العارضه وبتتنيها، وبيخلص الماتش وبيكسب فريق بينج. وبيطلب لعيبه الفريق التاني من المدرب فانج انهم ينضموا لفريقه، فبيوافق. وبعد كده بيقعد هانج جنب حمام السباحه علشان يتابع تدريب فريقه اللي بيتدرب تحت ميه حمام السباحه، وبيكون معاهم خبراء كتير ومعدات حديثه. ولما بيشوط لعيب من فريق الشياطين الكوره بتخرج ميه كتير من حمام السباحه بسبب قوه الضربه، وبعدها بيجي اتصال لهانج فبيروح لقاعه الاستقبال في النادي، فبيفهموا فانج ان الموظفه مش راضيه تسجل اسم فريقه في بطوله كره القدم المفتوحه. واول ما بيشوف هانج فريق فانج بيفضل يضحك، وبيفهموا انه نفسه يشوفهم في الملعب، وبيعرفوا انه هيدفع له رسوم الاشتراك. وبعدها بياخد بينج ميوي وبيفرجها على فساتين سهره حلوه في محل كبير، وبيطلب منها ترفع شعرها عن وشها لانها اجمل بنت شافها في حياته، وبيخليها تختار فستان من الفساتين وبتلمسه بايديها، وبيعرفها انه قريب قوي هياخد فلوس من النادي ويشتري ليها. وهنا بينادي عليه عامل في المحل وبيطلب منه انه يمسح المحل، لانه اتفق معاه انه يخلي صاحبته تتفرج على الفساتين مقابل انه يمسح له المحل. وتاني يوم بيلعب فريق بينج اول مباراه في الدوري، والفريق التاني بيبقوا مستهترين بيهم جدا، ولكنهم بيتفاجئوا ان بينج سجل فيهم اول جون وطار وسجل تاني جون، وقدر لوحده انه يسجل فيهم 40 جول. وبعد المباراه بيجي اتصال لهانج ان فريق القدم الذهبيه كسب الماتش 40-0. ما بيبقاش مصدق نفسه، وبيلعب بعدها فريق القدم الذهبيه ماتشات كتير جدا في الدوري وبيكسبوها كلها. وفي ماتش من الماتشات بيستخدم صاحب الراس الفولاذيه راسه في تسجيل الاجوال، وصاحب البطن القويه بيجري بالكره على بطنه لحد المرمى وبيرمي الكره ببطنه وبيسجل الجول، والاخ السادس بيطير بالكره وبيسجل الجون برجله القويه، وبتكسب فرقه القدم الذهبيه الماتش، وبيبقوا مشهورين جدا. والصحفيين بيعملوا معاهم حوار وبيعرفهم بينج انهم بيكسبوا لانهم بيستخدموا تقنيات الكونج فو في لعب كره القدم. وبعدها بيروحوا لشركه بوما ونايك، واول ما بيشوفوا الكوتشيات بيجروا عليها، كل واحد بياخد الكوتش اللي هو عاوزه، وبتروح ميوي للكوافيره علشان تظبط شكلها. وفي نفس اليوم بالليل بيروح الفريق كله للمطعم اللي بتشتغل فيه ميوي وبيتعشوا هناك، وبيتفاجئ بينج بان ميوي حاطه ميك اب كتير جدا، ولما بيقدمها لاصحابه بيفضلوا يتريقوا عليها، لكنها بتضحك معاهم وبتبين انها مش زعلانه. ولما بتتنرفز عليها صاحبه المحل وبتتريق على شكلها بتضربها ميوي ضربات كونج فو بايديها من غير ما تتحرك من مكانها. فبتقف صاحبه المحل وبتعرف ميوي انها تقول لامها، فبتضربها ميوي بايديها ضربات كونج فو قويه جدا من غير ما تتحرك، فبتجري صاحبه المحل تقول لامها. ولما بتتكلم ميوي بعدها مع بينج وبتساله انت بتحبني ولا لا، بيفهمها انهم صحابه بس، لكن هو ما بيحبهاش، فبتعيط وبتجري وبتسيبه. وتاني يوم الصبح بتكون المباراه اللي قبل المباراه النهائيه ما بين فريق بينج وفريق بنات قوي جدا، وبيقدروا يعدوا من كل اللاعبين وبيوصلوا للجون، وبيقفوا كلهم صف واحد قدام الجون وبيسددوا على المرمى، ولكن حارس فريق القدم الذهبيه بيقدر يصد كل تسديداتهم، وبيرمي الكره بايديه رميه قويه جدا وبتدخل في الجون بتاعهم وبيكسب فريقه. وبعدها بيدي هانج الفانج شيك وبيطلب منه انه ما يلعبش الماتش النهائي وياخد اللعيبه بتوعه ويضمهم لفريقه، لكن فانج بيرفض وبيفهمه انهم هيكسبوا البطوله. وبعدها لما بيروح بينج لميوي بتفهمه صاحبه المحل انها طردتها. وتاني يوم الصبح في الماتش النهائي كل لعيبه الفريق بتبقى عينيهم على الكاس الذهبي، ولما بيبدا الماتش بيكون بينج متراقب من لعيب فرقه الشياطين، بيمرر بينج الكوره للاخ السادس اللي بيطير في الهواء والكوره بين رجليه، وبعدها بيمرر الكوره لبينج اللي بيجري بيها ناحيه المرمى وبيسدد كوره النمره القويه، لكن حارس فريق الشياطين بيصدها من غير ما يتحرك من مكانه وبايد واحده وهو حاطط ايده في جيبه، وبيشاور لبينج بصباعه علشان يسدد ضربه تانية، فبيسدد بينج في الزاويه اليمين العاليه، ولكن الحارس بيصدها بسهوله، وبيسدد بينج كوره تانية فبيصدها الحارس بايديه الاثنين من غير ما يتحرك من مكانه. وهنا بيضحك هانج لانه ادى للعيبه منشطات امريكاني ضعفت القوه بتاعتهم، وكمان اشترى حكم الماتش وحامل الرايه، يعني الماتش كله في جيبه. وبيرمي حارس مرمى الشياطين كوره قويه جدا بايديه، ولكن حارس مرمى الحذاء الذهبي بيقدر يصدها، وبيشاور بعدها للعيب في فريق الشياطين بصباعه، فبيشوط عليه نفس اللاعب تسديده قويه جدا وبتطيره وبيتخبط بظهره في العارضه وبتخلي ايده كلها دم. ولما بيشوط عليه التسديده الناريه من قوتها ايديه الاتنين بتتعور وبيقع على الارض، وبعدها بيشوطه بالكوره برجله فبيطير بعيد عن المرمى وبيتصاب اصابه جامده جدا وبيخرج بره الملعب، والحكم بيكمل الماتش عادي جدا من غير ما يديله حتى انذار. وبعدها بيتصاب صاحب الراس الفولاذيه وبيتصاب الاخ السادس، ولما بيعمل صاحب القدم الخطافيه الحركه المشهوره بتاعته بيعمل اتنين من لعيبه فريق الشياطين نفس الحركه وبيكسروا له رجله، وبيصفر الحكم بعدها نهايه الشوط الاول. وفي اوضه تبديل اللبس بيكون اللعيبه كلهم متصابين وخايفين جدا من فرقه الشياطين، وبيفهمهم المدرب ان لو لاعب كمان اتصاب هيبقوا 7 بس ومش هيقدروا يكملوا الماتش. وفي الشوط الثاني بيقف اللاعب صاحب البطن القويه مكان الحارس اللي اتصاب، وبيشكل لعيبه فريق القدم الذهبيه تشكيل كونج فو شاولين قدام المرمى، واول ما بتضرب عليهم كوره من الفريق الثاني بيقعوا كلهم على الارض، وبيظهر صاحب البطن القويه فبيقف لعيبه فريق الشياطين قدام المرمى وبيتضرب عليه تسديدات ناريه من فريق الشياطين وبيقدر انه يصدها كلها، وبعدها بياخد الكوره على بطنه وبيرميها ناحيتهم، فلاعب منهم بيطير في الهواء وبياخد بينج الكوره وبيجري بيها على المرمى وبيتشقلب وبيسدد تسديده قويه جدا في الزاويه البعيده العاليه، ولكن الحارس بيحرك العارضه فبتتخبط فيه الكوره وبتطلع بره. بعدها بيتصاب بينج في رجله وبتتشاط كوره قويه جدا على حارس فريق القدم الذهبيه فما بيقدرش يصدها وبيقع على الارض.
وبكده بينقص الفريق لاعب. وبيسأل الحكم المدرب عندك لاعب تاني، فبيقول له لا. وقبل ما بيصفر الحكم بتظهر ميوي اللي حلقت كل شعرها وبتدي بينج كوتشي القديم اللي خيطته ليه بدل الكوتشي بتاعه اللي اتقطع. ولما بيرجعوا تاني للماتش بتقف ميوي جنب حارس فريق الشياطين في الجون بتاعه، فبيعرفها ان الجون بتاعها الناحيه التانيه. واول ما بيشوط عليها لعيب من فرقه الشياطين تسديده قويه جدا، بتقدر بحركه الكونج فو انها تصد الكوره، وكمان بتلفها على صباعها وبترميها البينج، فبيشوط بينج كرة قوية جدا على مرمى فريق الشياطين. فبيطير لعيبة الفرقة التانية كلهم وبيسجل الجون، وبيكسب فريقه البطولة وبياخدوا الكاس الذهب. وهونج بيدخل السجن 5 سنين لما بيتعرف انه كان بيدي منشطات للعيبه بتاعته. وبعدها بيتمرن بينج في الشارع، فبيلاقي الناس كلها بتستخدم الكونج فو شاولين. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنساش تحط لايك وتنزل تقول لنا رايك في التعليقات. ولو انت على